السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم غادي نقدم لكم هذا الطبق تاع الرشده. درت هنايا في النجره تاعي، درت الدجاج كان عندي كونجلي، ودرت دهان مغرف، وقطعت 2 حبات بصل. هيا قطعتهم هكا شرائح وخليتهم يتقلوا مليح مع البصل، الدجاج مع البصل يتقلى باش يشرب هذاك كاع الجي تاع البصل مع الدهان وكلشي يشربه. شو كي ولا ساعه حركي فيه. زدت هنايا 2 مغارف تاع زيت باش نبنوا المرقه نتاعنا. وهنايا راني توجور نقلب فيه في الدجاج مع البصل. غادي نزيد هنا التوابل تاع المرقه هذه. عندي كركم، كبابه، الحرور، الملح، قرفه، عود ولا غبره، وهنايا كاري تاع الجامبو تاع الدجاج باش نبنوا المرقه تاعنا. حركته مليح، حركيه مليح وخليه يطيب بغرضو. فوالا، ونديرو شويه تاع زعفران، ما نديروش صفر بزاف. هنا زدت حبه تاع الطوماطيس، هذه من الطيب نقلعوا هذيك الطوماطيس. هنايا خليتها بجيه يطيب، وراني نحضر في الرشته تاعي. جبتها في القصعه هنايا، حليها مليح غير بشويه، حليها. درت لها هنايا 2 مغارف تاع الزيت باش ما يتعجنناش، كيما الطريقه تاع بخاص كيما الطعام. حليه مليح بالزيت هذاك باش تدخل مليح هكا، وما تقطعيش، خليه كيما راه. لو الشغم تاعها هكا ينتكل بالطويل هكا، ما كان لا تقطعيه ولا كاين اللي تقول لك نقطع، لا خليه كيما راه. هذا الطبق مشهور، هو طبق احنا عندنا في الغرب الجزائر عندنا الرقاق، بصح هذا الطبق هو في الشرق الجزائري وخصوصا بوليده، مدينه البوليده. هنايا درته، جبت الكسكاس وغادي نديره يفور نفس الطريقه كيما الطعام. كاع الكميه اللي راهي عندي غادي نديرها، باسكو مين يفور هذاك الرشته كاع اللي تكون طالعه هكا مقبه غادي كاع تعاود تهود. فوالا، ها ولا بعد ما فار شوفوا كيفاش ولا هود كاع، شو ولا ما شاء الله. نعاود نديرها في القصعه نتاعي، وندير عليه شويه تاع الملح، وغادي نرشوه بالماء. الماء ما غاديش نرشوه بالغراف ولا تجيبي حاجه كبيره وتقعدي ترشي، غير شويه بالكاس هكا ورشي 1 2 خطرات 3 هكا، وتقعدي تحلي فيه باش يتشرب هذاك الماء كاع، خاطر كنت تقطري له الماء يتعجن. ها ولا عاود تاني نحل فيه غير بشويه عليك. دوك انا حسيت بلي راه في اللمس يبان بلي راه خاصه الماء، زدت له شويه تاع الماء. ها ولا غير رشه تاع الماء، عاود خلطت مليح. ايوا خليه يرتاح في القصعه بجهه، غطيه وخليه يرتاح. هنايا نولو المرق تاعنا. ها ولا شويه نشف ليه، زدت له غير شويه تاع الماء حامي، خليته بجهه، طفيت على النار كي غلا غليه ولا 2، ورجعت للرشته تاعي. هاي بعد ما فارت التفويره الاولى. هاي نعاودو نفوروه كما قلت لكم سابق. الاولى رشيناه بشويه تاع الزيت وخلطنا مليح فيه، خلينا يرتاح، درناه يفور، عاودنا خلينا رجعنا في القصعه، درنا له الملح والماء، خليناه تاني كيفتح شويه. وهاي التفويره هذه التاليه راني ندير فيها. ها ولا بعد ما فار شوف كيفاش ولا اللون تاعو وتبدل تغير، شوف كي ولا شباب اللون تاعو. هنا نديروها في القصعه، نرجعوها هنا صاي. هذه كما قالك مع التالي نديرو لها شويه دهان،
نديرو شي دهان كيما الطعام باش ما يتعجنناش. ها هو راه في الطبق نتاعنا عمرت الطبسي تاعي وحطيت الدجاج تاعي، حطيت اللفت وحطيت الزروديه كيما نقولوا كروطه. انا نبغي فيه الزروديه يطلق الحلاوه. هذه سي فاكولتاتيف، اللي تبغي ما ديش زروديه ما ديش زروديه. الحمص تاني، الحمص غير ديكور. سقي مليح هذاك الطبسي تاعك. ان شاء الله هذا الطبق تجربوه ويعجبكم ان شاء الله، ونتمنى لكم ان شاء الله النجاح فيه ان شاء الله، في ملتقى اخر ان شاء الله، وفي طبق اخر ان شاء الله.